قبل ما نبدأ ما تنسوش الدعاء لإخوانكم، نسأل الله أن يفرج عنهم. السلام عليكم. كلنا عارفين حادثة تايتانيك الشهيرة اللي حصلت يوم 14 مايو عام 1912. يوميها قبل منتصف الليل بشوية اصطدمت بجبل جليدي، واللي بدوره تسبب في غرق السفينة. المشكلة هنا إن السفينة كانت على بعد أكتر من 500 متر، والطاقم كانوا شايفين الجبل قدامهم وما كانوش قادرين يعملوا أي حاجة. والسبب ببساطة لأن السفينة ما فيهاش فرامل، مفيش دواسة بندوس عليها زي العربية أو دراع بنشده والسفينة تقف. الحوادث اللي زي دي في حالة العربيات سهل جدا انك تقف وتنجو من الاصطدام. الفرامل مش موجودة في تايتانيك بس، دي مش موجودة في كل السفن اصلا. طيب يا ترى ليه السفينة ما فيهاش فرامل؟ ولو سفينة عاوزة تقف تتصرف ازاي؟ اهلا وسهلا بيكم في قناة سؤال في السريع. لو لسه جديد في القناة ما تنساش اللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل انواع الفرامل تقريبا بتشتغل عن طريق الاحتكاك. احنا لما ندوس على فرامل العربية تبدأ الفرامل تمسك العربيات وتضغط على الإطارات عشان توقف حركتها، وكمان بيحصل احتكاك بين الإطارات والأسفلت، والعربية بتبدأ تقف تدريجيا. مبدأ الاحتكاك ده بيشتغل مع الأجسام الصلبة والخشنة اللي هي على إطارات السيارات. السفينة بيحصل لها احتكاك سطحي مع جزيئات المية، وده دوره إن بيرفع السفينة أعلى ويمنعها من الغرق. الاحتكاك السطحي ده أقل من احتكاك السيارات. السفينة بتتحرك عن طريق مراوح عملاقة موجودة في ظهر السفينة، ولما المراوح بتدور بتبدأ السفينة تتحرك بسرعة عجيبة. والغريب هنا إن محركات السفينة، والمفاجأة إن هي فرامل السفينة. يعني لو طاقم السفينة عاوز يوقفها بيعكس دوران المراوح. كده احنا عرفنا ايه هي فرامل السفينة. انا قلت لك من دقيقتين ان الاحتكاك السفينة بيكون قليل جدا، وده بيخلي السفينة تستجيب ببطء في حالة زيادة السرعة او نقصها. يعني لو السفينة العملاقة محملة ب200 ألف طن وطفو المحركات هتقف بعد 25 دقيقة. اللي حصل في سفينة تايتانيك إنهم كانوا عارفين إنهم لو طفوا المحرك السفينة كانت هتقف بعد فترة، فقرروا غيروا المسار، لكن السفينة كانت استجابتها بطيئة جدا فاصطدمت بالجبل وغرقت. في كتير ناس مفكرة إن المرساة هي المسؤولة عن توقف السفينة. المرساة بتوقف السفينة وهي ثابتة على المية عشان ما تمشيش في المية. لو نزلوا المرساة والسفينة بتتحرك على سرعة عالية، المرساة هتتسبب في كوارث وهتدمر جزء من السفينة. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو يا صديقي ما تنساش تدعمني بلايك تشجيع منك، واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول.